السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنستكمل معاكم حكاية أوليفر في أكاديمية السحر. لو ما شفتش ملخص الحلقتين اللي قبل كده هتظهر لك في علامة الأي اللي فوق، وهسيب لك كمان الرابط في أول كومنت. بس قبل ما نبدأ انت عارف هتعمل ايه؟ لايك واشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا بإذن الله، وتصلي على النبي كده قبل كل حاجة. يلا عشان ما اطولش عليكم فتح مخك معايا ونشوف الانمي ده بيقول ايه. سيبنا المرة اللي فاتت أوليفر وميت وشيلا متحاصرين من 2 من الطلاب الأكبر منهم في الأكاديمية ومش عارفين يخرجوا ازاي، ومع القلق اللي هم فيه بيحاول بيت انه يسحب السيف بتاعه عشان يهجم عليهم. لكن أوليفر بيحذره بيقوله انت لو عملت كده هتديهم مبرر انهم يهجموا علينا ونموت كلنا. في الوقت ده بتقول اوفيليا ريفمور انت بقى لسه بتلعب في كل جثة تلاقيها زي عادتك المقرفة. بيرد عليها ريفمور وبيقول لها على ما اعتقد اللي بتعمليه مع الرجالة عشان تلبي رغباتك اقرب بكتير من اللي انا بعمله. وبيقول لها لقب كده هي بتتضايق منه قوي. بتتغير اوفيليا ملامحها وبتقوله انت عارف ايه اللي هيحصل لك بعد ما قلتلي كده؟ بيقول لها ما تقدريش تعملي لي حاجه، ولا نسيتي اخر مره طلعت احشائك من بطنك؟ في اللحظه دي بتعمل اوفيليا تعويذه خطيره وبتطلع وحش ضخم جدا من بطنها، وريفر كمان بيعمل تعويذه قويه وبيكون تعبان كبير من العظام وبيتصارعوا هما الاتنين. بيستغل أوليفر واصحابه الحوار ده وبيبداوا يهربوا منهم، بس للاسف ريفر بيبقى شايفهم وبيمنعهم مره كمان، وبيتفاجئوا كلهم بناناو جاي عليهم عشان تنقذهم. وبعدها على طول بتدمر حائط العظام اللي كان قدامهم، وبتقول لأوليفر واصحابه لو عايزين تهربوا هي دي فرصتكم. وهي اول ما تنضم للقتال بتاعهم محدش هيقدر يلحقهم، وكل هدفها انها تلاقي مكان تموت فيه. كل اللي بيحصل ده وأوفيليا وريفر بيقاتلوا بعض ومش حاسين بأي حاجة، وفي وسط ما هما بيتجادلوا مع بعض ناناو بتجري عليهم عشان تنضم للقتال هي كمان، وأوليفر بيجري وراها عشان يلحقها. وقبل ما الاتنين يوصلوا بنلاقي واحد رمى تعويذة قوية بتدمر الوحشين اللي بيحاربوا بعض، وبيقول الشخص اللي رمى التعويذة لحد هنا وتقفوا. هو انا مش قلتلكم ان في طريقة مناسبة تستعملوها عشان تضموا الطلاب الجديدة ولا ايه؟ وبيبص لأوليفر واصحابه وبيطمنهم ان محدش هيقدر يعمل لهم حاجة. وبنعرف ان الشخص ده اسمه ألفن وبيبقى رئيس هيئة طلبة كيمبرلي. في نفس اللحظة بتيجي بنت من ورا أوفيليا وبترفع السيف عليها، وبتبقى البنت دي اسمها كارلوس، عرفت الطلاب في سنة 5 هنا في الأكاديمية. وألفن هنا بيقول لهم انه هيعاقبهم بعدين على اللي عملوه مع الطلاب الجديدة من شوية. بيغادروا هما الاتنين المكان، وبعدها ألفن بيحيي أوليفر واصحابه على صمودهم قدامهم، وبيقول لهم انه مش هما بس اللي تاهوا هنا في الأكاديمية، في طلاب كتير حصل لهم كده قبلهم. بيخرجوا كلهم بره وبيتقابلوا مع كاتي وغاي اللي كانوا قلقانين جدا عليهم، وبنتفاجئ بأوليفر ماسك ناناو ونازل فيها زعيق، وبيقول لها انت بقى حضرتك عايزه تموتي؟ ايه اللي يخليكي تراقبينا وتعرضي نفسك للخطر؟ فبتتدخل شيلا بسرعه وبتبعدهم عن بعض. بعدها بيقعدوا كلهم مع بعض عشان يعرفوا من ناناو ليه كانت عايزه تنتحر. بتقول لهم ناناو بعدم مبالاه كده ايه اللي هيخليني اعيش؟ انا خسرت كل حاجه تخليني عايش عشانها، وسبب كل ده ان في اخر معركه ليها ببلدهم العدو بتاعهم كانوا 50,000 جندي وهم كانوا 200 بس، وكل اللي هي فاكراها انها قعدت تقتل في كل اللي قدامها لحد ما وصلت لقلب مخيم العدو، وكان كل هدفها انها تقتل الرئيس بتاعهم اللي بيكون اسمه سوما. وقبل ما توصل للرئيس بيعترض طريقها واحد من الاعداء وبيبارزوا بعض، لكنها عرفت في الاخر تجيبه نصين، فبيحاصروها بقية الجنود قبل ما توصل لسوما. فبيجي لها سوما بيقول لها انت عايزه ايه يا بلوى وحلت على راسنا؟ بتقوله ناناو انها عايزه تبارز ابنه واللي بيبقى اقوى واحد في عشيرتهم، لكن سوما بيفاجئها ان اللي جابته نصين من شويه ده هو ابنه، وعشان ينتقم منها بيقول لها انا حتى مش عايز اعرف اسمك، انا هخلي الجنود يموتوكي عشان تبقي منسيه زي اي جندي مات. في اللحظه دي بيهجم عليها كل الجنود، بس بيتفاجئوا ان اسلحتهم مش عارفه تلمسها اصلا، وبينصدموا بسحر فوقيهم هو اللي عمل التعويذة عشان ينقذ ناناو بيها، وده عشان بيكون معجب بقدراتها جدا ومستخسر تموت هنا. وبيعرض الساحر ده على ناناو انها تيجي معاه البلد بتاعته وتبقى ساحرة، وطبعا الشخص ده زي ما انتوا عارفين بيبقى والد شيلا. وبتكمل ناناو وبتقول ان من وقتها كل حاجة بقت جزء من حلم طويل قوي، عشان كده كانت مستعجلة تحقق أمنيتها قبل ما الحلم يخلص. فبيستغربوا جدا وبيسألها أوليفر عن أمنيتها. بتقول لهم ناناو إن مفيش أي متعة في قتال من أجل الانتقام، لكن القتال اللي ما بين شخصين بيحترموا بعض هو ده القتال اللي فيه المتعة الحقيقية، وإن القتال ده في المدرسة بتاعتهم بيسموه السعادة الحقيقية. بيتعجب أوليفر وبيقول لها إنك تقتلي شخص في ما بينكم احترام ده بالنسبة لك سعادة؟
بتقوله نانو حاجة مجنونة مش كده، وبتعرفه انها لما كانت بتبارزه كانت عايزة تقتله عشان تحس بالسعادة دي، وبتفضل تعيط لانه بعد المبارزة اللي حصلت ما بينهم هو بعد عنها وما بقاش يكلمها، وفضلت انها تنتحر احسن من اللي هي فيه. فبتقول لها كاتي بهزار اذا عشان اوليفر ما بقاش يكلمك كنت بتتصرفي بطريقه غريبه. بيقول لها اوليفر بس اركني انت دلوقتي، لكن بتفاجئ ناناو ان كاتي عندها حق، وبتقول له انا شكلي كده وقعت في حبك سواء كشخص او كسيف، كده كده مش فارقه كتير. بتقول لها شيلا اذا من هنا ورايح مش هخليكوا تبارزوا بعض تاني، لكن ناناو بتقول لها ان مفيش اسلوب مبارزه من غير قتال في القاموس بتاعها، فبتنصحها شيلا انها تشيل فكرة الموت من دماغها وتحاول تغير طريقة تفكيرها عشان تعرف تعيش. وبتقول لها سواء وقعتي في حب شخص او حتى سيف الشخص ده فلازم تبصي للشخص نفسه مش للسيف، وبتعرفها ان كل اللي واقفين دول بيحبوها وعايزين يقضوا وقت حلو معاها، وبيخليها اوليفر توعده انها مش هتحاول تشوف طريقة تموت نفسها بيها تاني. بتتحمس ناناو جدا وبتعتذر على كل حاجة وحشة عملتها، وبتقرر انها مش هتحاول تضيع حياتها وهتبدأ حياة جديدة تماما. وبعدها بتطلب منهم يساعدوها ازاي تعيش هنا، وكمان يقفوا جنبها في الدروس اللي بياخدوها عشان ما فهمتش اي درس من اللي اخدوه. بيطمنها اوليفر ان ما فاتهاش كتير ولا حاجه، ويلحقوا كلهم يلموا الدروس سوا. وتاني يوم بنشوف ناناو وهي صاحيه كلها نشاط وبتصبح عليهم، وبنلاحظ انها ماشيه جنب اوليفر ولازقه فيه. فبيقول لها اوليفر هو انت لازقه فيا ليه؟ بتقوله ناناو عشان افضل ابص عليك زي ما شيلا قالت لي. وكاتي هنا بتيجي تقول لها انها ما ينفعش تبقى لازقه فيه كده ولازم تبقى عيله تقيله، وغي وبيت بيفضلوا يتريقوا على كاتي بسبب رد فعلها الغريب. وبعدها كل الطلاب بتروح لحصه السيف، والمعلم لوثر بيقرر هنا يديهم استراحه وبيسالهم لو حد عايز يسال في حاجه. فبيرد احد الطلاب وبيساله لو ينفع يستخدم سيف التعويذه. بيبتدي المعلم هنا يشرح لهم ايه سر سيف التعويذه ده، وان هو السيف الوحيد اللي ممكن نقتل بيه الخصم بتاعنا بنسبه 100% ومن غير مقاومه منه كمان. وبيقول لهم ان في 6 سيوف تعويذه بس معروفين في العالم ده، وفي سحرة كتير بيسهروا الليالي عشان يطوروا من السيوف دي، وفي ناس تانية بتحاول تبتكر سيوف جديده تدمر بيها سيوف التعويذ وتحتل مكانها. وبيقول لهم ان سيوف التعويذه ليها فنون سريه ولكن لكل طريقه استخدام، بس ازاي السيوف دي بتتعمل ومين يقدر يستخدمها اصلا بيبقى سر لغايه دلوقتي. ده غير كمان ان بعض الناس بتشكك في وجودها، عشان كده هو ما يقدرش يقول لهم هو بيعرف يستخدم سيف التعويذه ولا لا. وبعد ما بيخلص شرح بيطلب منهم انهم يرجعوا للتدريب. فناناو بتستغرب من اللي سمعته وبتسال اوليفر لو كان يعرف حاجه عن سيف التعويذه. فاندرو بيجي وبيقول لهم انتوا مش هتبطلوا كلام، شكلكم كده مش عايزين تتدربوا. اوليفر بيقول له طالما كلنا في نفس المستوى يبقى لازم كلنا نتدرب مع بعض. اندرو بيتعصب عليه وبيقول له ان مستواه احسن منه بكتير. فبتدخل عليه شيلا وبتقول له ما تبطل يلا تحرج نفسك قدامنا كده كل مره. لكن اوليفر بيقطعها وبيسال اندرو عن اللي عايزه منه عشان يخلصوا من القصه دي. بيقول له اندرو من الاخر كده ان هو عايز يبارزه، وبيهدده ان هو يخليه يدفع ثمن وقحته معاه ل10 اضعاف. فبيوافق اوليفر فعلا ان هو يبارزه وبيروح وراه. لكن بالله ناناو هنا ماسكه اوليفر وبتحاول توقفه، وده لانها عرفت ان اوليفر هيخليه يكسبه، وبتقول له انها مش عايزه تشوفه بيخسر الا لو كان بيخسر فعلا. ولما سمع اندرو الكلام ده بيتضايق اكتر، وقال لاوليفر للدرجات انت بتستحقرني وكمان مش عايز تبارزني بجديه؟ هنا المعلم لوثر بيتدخل بسرعه وبيامر كل واحد يكمل تدريبه. وبعد شويه بنلاقي شيلا بتقول لاوليفر ان هي واندرو كانوا صحاب من وهم صغيرين، وانه شخص مغرور جدا وبيخاف يخسر مكانته قدام الناس. فاوليفر بيقول لها انه مش عايز علاقته بيه تسوء اكتر من كده، وانه ممكن يعتذر له لو ده هيحسسه بحال افضل. لكن شيلا بترفض وبتقول له انت ما عملتش حاجه غلط، وبتشجعه كمان ان هو يبارزه بكل قوه عنده. فبيجي بيت فجاه وبيقول لهم يلحقوا كاتي عشان هربت من الحصه، وده لانها سمعت ان بعد السحره هنا هيقتلوا ترول خرج عن السيطره من الموكب. وفعلا كاتي بتكون واقفه قدام المعلم اللي عايز يقتل الترول وبتحاول تمنعه، لكنه بيستهزأ بيها بيقول لها انت متعاطفه معاه عشان اتولدتي في عيله غبيه بتقدر الحيوانات. وبيفضل كل ده يتريق عليها وعلى عيلتها. فبتقول له كاتي انا اعتبر نفسي ما
سمعتش اي حاجة من اللي قلتها دي، وبتترجاه ان هو ما يقتلش الترول. فبيقولها المعلم انتي ما بتفهميش شكلك، الترول ده لو قتل حد مين هيشيل المسؤولية؟ بتقوله كاتي انها تقنعه ان هو ما يهاجمش حد بس ما يتقتلش. فبيتريق عليها المعلم من اللي قالته، وبيفعل تعويذة عليها بيخليها تقع على الارض ومش قادرة تتحرك من الكهرباء. ساعتها بيجوا بقى اصحابها وبيفضلوا يزعقوا للمعلم، وقبل ما ناناو تهجم عليه بتيجي واحدة من وراه وبتقوله ان في اعتراض اتقدم على اعدام الترول. وبتكون البنت دي اسمها فيرا، طالبة في السنة الرابعة، وهي تبع منظمة حقوق الحيوان هنا في الأكاديمية. وقتها بيجي أستاذ فنون السيف وبيقول للشخص اللي بنكتشف إن اسمه داريوس إن استخدام التعويذ في تأديب الطلاب اتمنع من 5 سنين، واللي بيعمله ده دلوقتي غير قانوني. وبيحذروا ان هو ما يقتلش الترول لان اتمنع اعدامه بامر من المدير نفسه. فبيمشي داريوس وبيقول لهم حتى لو ما اتعدمش دلوقتي هيجي يوم وهيدوس على القردة اللي واقعه على الارض دي. فبتتعصب كاتي عليه لكنها ما بتقدرش تكمل بسبب الالم، وبتعمل لها شيلة تعويذة سحرية عشان تخفف عنها الالم ده. وبعدها فيرا بتطمن عليها وبتقول لها انها كانت قلقانه زيها برضو على الترول لا يعملوا فيه حاجه، وبتبقى هي كمان محبه لانصاف البشر. فبتنبسط كاتي جدا ان في حد زيها بيخاف على الحيوانات. وهم ماشيين بيجي حمام زاجل وبيرمي رساله على شيلا، ولما بتفتحها بتتفاجئ انها من اندرو ومكتوب فيها انه بيتحدى اوليفر وناناو في قتال. وبعد كده بنشوف كاتي مع فيرا اللي بتعلمها ازاي تتعامل مع الترول وبتحاول تاكله، لكن كل محاولاتها معاه بتنتهي بالفشل. وبيبقى في شوية طلاب متنمرين واقفين عمالين يتريقوا عليها، وباقي الشلة قاعدين بيتكلموا هيعملوا ايه في التحدي بتاع اندرو. وناناو هنا بيبقى ما عندهاش اي مشكلة ترفض القتال معاه، واوليفر كذلك بيقبل التحدي بتاعه عشان يخلص من الوش ده. وبنعرف ان القتال بكرة في الطبقة الاولى من الزنزانة. بعد كده بيدخلوا كلهم ما عدا كاتي جوه المكتبة، وبيبقى في شوية متنمرين بيتريقوا عليها بسبب انها عايزة تصاحب الترول. وغاي هنا عايز يروح يضربهم ويسكتهم، لكن اوليفر بيقول لهم ما يتهورش ويتجاهل كلامهم احسن. في الوقت ده بتخش عليهم كاتي وهي بتنهج، فبيقابلها الشباب المتنمرين دول وبيطلبوا منها تقلد لهم الترول. وكاتي هنا واقفه مصدومه مش عارفه ترد. ولما بيتمدوا اكتر عليها بنتفاجئ باوليفر بيعمل تعويذه انفجار وبيبعدوا عنها كلهم، وبيستعد الطلاب المتنمرين دول بالهجوم عليه، لكن غاي وناناو بينضموا ليه وبيشلوحوهم واحد ورا التاني. بعد كده بيتحبسوا في سجن الأكاديمية عقابا على اللي عملوه، وشيلا هنا بتوبخهم بالكلام وبتقول لهم ازاي يعملوا كده. وبيبقى غاي وناناو مبسوطين جدا من اللي عملوه في الطلاب ومش هاممهم قعدتهم هنا. شيلا بتقول لهم ده العادي اللي متوقعاه منكم انتوا الاتنين، لكن اللي مش عادي بقى ان اوليفر العاقل الرزين هو اللي بدأ الخناقه. وكاتي هنا بتبدأ تعتذر لكل واحد منهم لانها هي السبب في اللي هم فيه دلوقتي. بيقول لها اوليفر ما تعتذريش، انا اللي ما قدرتش اتحكم في نفسي مش اكتر. فشيلا بتقول لهم ما عندهم حق في اللي حصل، لكن اللي عملوه خلى وضعهم قدام الطلاب مش احسن حاجه. واندرو بكره هيستغل اللي حصل ده في القتال واللي هيحصل بينهم، وكده هم هيبقوا لوحدهم من غير اي دعم من باقي الطلاب. وبتعرفهم ان القتال بتاع بكره ده مش هيبقى قتال عادي. تاني يوم بقى بالليل بنشوف اوليفر وباقي الشله واقفين مع 2 تبع اندرو هياخدوهم لمكان القتال. في الوقت ده كل الفريق بيرموا تعويذه على السيوف بتاعتهم عشان تبقى حاده وقويه، وبيقول لهم اوليفر انهم يستعدوا للهجوم لو حسوا باي خطر. وبيبداوا كلهم ينتقلوا لمكان القتال عن طريق حاجز سحري، وهم ماشيين بيحس بيت ان ده كمين وهيقع فيه كلهم. فبيطمنوا اوليفر وبيقول له اكيد لا، لان اللي جهز المكان اللي هيقتلوا فيه ساحر من عيله مرموقه، فمش مقنع يعني انه يكذب عليهم. المهم اخيرا كلهم بيوصلوا للمكان، هو بيبداوا يعملوا تعويذه للباب عشان يتفتح. ولما بيخشوا بيتفاجئوا بساحه قتال كبيره جدا وناس كمان موجوده عشان تشجعهم. وبيطلب واحد من صحاب اندرو من اوليفر وناناو انهم يروحوا لساحه القتال والباقي يتفضل مع الجمهور. الولد اوليفر قلقان كده لدرجه انه بيطلب من شيلا تحمي باقي اصدقائهم. ولسه اوليفر وناناو هيتجهوا للحلبه، لكن الطالب بيوقفهم وبيقول لهم ان في قتال استعراضي هيبتدي الاول بعد كده هيخشوا. وبنشوف عمنا اندرو داخل الحلبه هو وطالب تاني، وفي قفص بيخرج منه وحش ضخم جدا، وحش شبه الكلب كده ولكن جسمه بشري. في الوقت ده اندرو بيجري على وحش الخصم بتاعه وبيجيبه نصين. فناناو بتسأل اوليفر عن اللي اندرو بيعمله، فبيقول لها انه بيلعب لعبة صيد حيوان الكوبولد، ودي لعبة صيد تقليدية ما بيلعبهاش غير الصحراء، وان اللعبة دي اتمنعت من فترة طويلة لدرجة ان محدش بقى يشوفها تاني.
ساعتها بيقطعهم اندرو وبيقول لاوليفر ايه يا عسل، شكلك كده عايزني اشرح لك اللعبة. اوليفر بيقول له ممكن اعرف انت بتفكر في ايه؟ مش مفروض احنا جايين هنا عشان القتال؟ ايه بقى البهلوانات دي كلها؟ فبيقول له اندرو بغرور انا ما يحصلش الشرف اني هزمك لوحدك، انت اقل مني بكتير، عشان كده المبارزة بتاعتهم هتبقى عبارة عن مين هيصيد وحش الكوبلد اكتر. فبيقول اوليفر لنفسه ان اندرو واضح عليه انه متمكن من اللعبة دي كويس، ونانو اصلا ما شافتش وحش زي ده قبل كده، واللعبة كده هتبقى في صالح التافه ده. ولكن بيقول ان ده ممكن يكون في صالحهم لو ساب اندرو يكسب وعلاقته تتحسن معاه. في الوقت ده بنشوف الكوبلد التاني بيبقى خايف جدا وعايز يرجع القفص بتاعه، لكن الطلاب بيستخدموا عليه تعويذة وبتعذبه وسط ضحك من المشاهدين. وإذ بالمفاجأة ان نانو بتصرخ بصوت عالي جدا بتخلي الكل واقف مبلم، وبتفضل تقول لهم ايه المضحك في اللي بيحصل في الكوبلد؟ ايه المضحك انك تغصب على حد مش عايز يقاتل بالعافية؟ وبتفضل تزعق فيهم وبتعرفهم ان كلهم ما عندهمش ذرة رحمة وافعالهم كلها حقيرة زي وشهم، بس هم عشان حقرة فعلا قعدوا يرموا عليها ازايز لحد ما اتعورت. وبعدها راحت لأوليفر وطلبت منه يمشي من هنا، وان سيوفهم خسارة تطلع في قتال ملوش لازمة زي ده. وهي خارجة الطلاب المتنمرين بيبقوا واقفين على الباب وبيأمروها ترجع وإلا هيضربوها. في الوقت ده واحد من الطلاب بيبقى واقف بيتفرج على اللي بيحصل، فزميلته بتقوله يروح بسرعة يخرج باقي الكوبلد من الإقفاص، لكنه لما بينادي عليه بيترعب من اللي شافه، والطلاب اللي بره بيسمعوا كلهم صوت صريخ، والطالب اللي كان بيخرج الكوبلد بيترمي وهو مصاب إصابة خطيرة جدا في بطنه وممكن يكون مات. وبيترعب كل اللي واقفين لما بيلاقوا وحش شبه النسر خرج من القفص وبيقتل في باقي الطلاب. وبنعرف ان الوحش ده اسمه غروادة، وحش خطير جدا ومحدش بيقدر يسيطر عليه. فبيسأل اوليفر اندرو لو هو اللي جابه هنا، لكن اندرو بيبقى مرعوب وبيقوله انه ما يعرفش ان هيبقى في وحش مرعب زي ده هنا. وبيبتدي كل الطلاب مرة واحدة يرموا عليه التعويذ، لكن كل ده من غير اي فايدة لحد ما الوحش بيهجم عليهم وبيقتل اللي قدامه. وفجأة بيشوف اوليفر كتابة سحرية عليه بتقول اعرفوا شعوركم انكم تبقوا الفريسة. والطلاب هنا بيحاولوا يفتحوا الباب عشان يهربوا، لكن ده في المشمش، والوحش هنا مش مبطل لطش في كل اللي قدامه. ولما بيجي الدور على اندرو بيشجع اوليفر انه يبقى قوي، لكنه بيبقى خايف جدا وبيحاول يهرب منه ناحية الباب. وقبل ما يهجم عليه بتيجي نانو بسرعة البرق وبتصد ضربته بسيفها، واوليفر هنا مش مصدق انها قدرت تعمل كده. والان القتال الحقيقي هيبقى ما بين الوحش الاسطوري ده ونانو، وبتحول شعرها للون الابيض وبتبدأ قتالها مع غروادة اللي بيهاجمها بكل قوته. في اللحظة دي غاي بتقول لشيلا اللي بتحارب الكوبلد انهم لازم يقفوا جنب نانو ويهجموا على الوحش معاها، لكن شيلا بترفض وبتقوله ان كده هيشتتها. فبتقولها كاتي لو احنا مش هنقدر نساعدها خلاص ساعديها انتي، لكن شيلا بترفض لانها وعدت اوليفر بانها هتحميهم، وبتطلب منهم يرفعوا سيوفهم السحرية بسرعة ويسدوا ضربات الكوبلد. ونانو بتبقى لسه بتقاتل الوحش الاسطوري اللي بيبقى صعب جدا هزيمته. وبنتفاجئ بأوليفر بيرمي تعويذة على نانو بيبعدها عن مواجهة الوحش الأسطوري، وبيقرر ان هو اللي هيقتله في الوقت ده. فبيهجم الوحش بسرعة البرق عليه وبيعوره ببطنه، وبتيجي نانو بسرعة وبتصد الضربة التانية قبل ما تنزل على أوليفر تخلص عليه. في الوقت ده أوليفر بيستخبى في حتة بعيدة عن الوحش عشان يعالج إصابته، وبيتفاجئ بأندرو اللي بيسأله ازاي هم قادرين يحاربوا الكائن ده ومش خايفين. أوليفر بيرد عليه وهو بيتألم انهم اكيد خايفين، بس في الغالب نانو هي اللي مش خايفة خالص، وبيقوله انها محاربة حقيقية مش شخص عادي زيه، وعشان كده هو لازم يساعدها ازاي تعيش زي البني ادمين والا هتموت بسبب شخصيتها الوحشية. ولما بيعالج اصابته بيروح بسرعة لنانو عشان يساعدها في قتل الوحش ده، وبيرمي عليه تعوذة انفجار عشان يبعده، وبيقول لنانو ان هو هيعمل لها فجوة لازم تستغلها عشان تقرب من الوحش وتقتله. وفعلا بيبدأوا هما الاتنين بالهجوم عليه، والوحش طاير في الجو بيستعد كل قوته عشان ضربته تبقى قوية، لكن أوليفر بيستخدم تعويذة بتشل حركته عشان نانو تهجم عليه بسرعة، لكنه بيتعافى بسرعة جدا وبيستعد قوته من تاني. فبيقف قدامه أوليفر عشان يسمح لنانو انها تهجم عليه حتى لو فيها موته. والمفاجأة هنا ان اندرو بيحمي أوليفر وبيرمي الوحش بتعويذة رياح وبيرميه بعيد، وبتعرف نانو تستغل ده وبتقطع راس الوحش واخيرا بينتصروا عليه. وطبعا الكل واقف مبلم مش مستوعبين ايه اللي حصل لغاية دلوقتي. وبعد القتال أوليفر ونانو بيشكروا اندرو لانهم ما كانوش هيقتلوه من غير التعويذة اللي عملها. فبيقول لهم اندرو ان سحر الرياح ده هو تخصص عيلة
عيلته اصلا، ومفيش حد اقوى منه في السحر ده. وبيكمل انه كساحر مستعد يموت في اي وقت، لكنه خايف من القتال، وخايف اكتر انه يخسر ويتقال عليه انه عار على العشيرة اللي بينتمي ليها. وبيسألهم انتوا ازاي قادرين تواجهوا خصم اقوى منكم من غير ما تترددوا؟ فنانو بترد عليه وتقوله ان الساموراي مش بيختار خصومه، وان كل اللي عليهم انهم يحاربوا ويسكوا في انتصارهم. لكن اوليفر بيقوله انا غير نانو خالص، وان مفيش اي عيب انه يهرب من خصم مش عارف يقتله. وبيقوله على الاقل انت وقفت، لكن ما هربتش زي باقي الطلبه. وبيقوله كمان انه مش هينسى الشجاعه والشرف اللي ظهرها معاهم النهارده. ونانو هنا بتتمنى له كل خير وبتعرفه انه بقى صديقهم. واندرو لما بيسمع كده بيفضل يعيط من كلامها. وقتها بقى المجموعه بتيجي عشان تطمن عليهم، وبيتفاجئوا ان نانو بتنزف دم جامد على الرغم انها مش حاسه. واندرو هنا بيقرر يسيبهم ويمشي، فشيلا بتشكره على اللي عمله وبتتأكد انه ممكن يبقى شخص تاني بعد اللي حصل النهارده. فيا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ ده اللي هنعرفه في الحلقه الجايه باذن الله. اوعى يا صاحبي تنسى اللايك والاشتراك في القناه، ادعمني كده وروق عليا. وما تنساش كمان تكتب لي رايك في الكومنتات وتقول لي عايزين ملخص ايه الفيديو الجاي. اشوفكم على خير في انمي جديد بحكايه جديده. سلام.